بسم الله الرحمن الرحيم. احنا امام واقع ان المرسوم قد صدر، والمرسوم قلنا راينا فيه بعدم اتفاقه مع النصوص الدستوريه، صدرنا فيه اكثر من بيان. الان بعد هذا الجمع الطيب، بعد هذا الجمع غير المسبوق، انا اعتقد آن الاوان للحكومه ان تعيد النظر، لأن أعتقد ما فينا واحد أبدا يرغب في أن تستمر هذه الاجتماعات، لكن إذا كان لابد منها فستستمر، لأن في النهاية لا يمكن أن نقبل بأن تستمر الأمور كما هي حاليا. المرسوم كما صدر مرسوم واضح منا، هو تهيئة الأوضاع القادمة، مو فقط لإنجاح عناصر معينة، لكن أعتقد اللي حاول في مرات عديدة واللي تحدث فيه الإخوان وهو محاولة التخلص من هذا الدستور، هو ما يريدون وصولنا من خلال هذا القانون. الرسالة وصلت إلى الحكومة والمطالبة وصلت، لكن الأمر الآن مطلوب منا احنا المرحلة القادمة علينا أن نعمل على أن ننجح هذا النجاح غير المسبوق فيما يتعلق بعدم الترشيح من معظم القوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية. 35 نائب راهنوا عليهم، أطلقوا الأكاذيب، أطلقوا التمنيات حتى، لكن كان واضح أن ال 35 نائب كان لهم هدف. هذا الهدف هو مصلحة البلد، هذا الهدف هو مصلحة الكويت، هذا الهدف بأن تبقى الكويت كما أردناها، هذا الهدف بأن تحقق المحاولات التي سعى لها ال 35 نائب في المجلس الماضي، في مجلس 2012. أنا ذكرت في لقاء سابق 35 نائب جينا للمجلس فيه الكثير منا مثلا ما يعرف بعض البعض. شو اللي خلاهم يشتغلون؟ اللي خلاهم يشتغلون يستمروا شيء واحد، هو حبهم لهذا البلد، هو أيضا عدم أبدا خضوعهم لكل الإغراءات، وما أكثر هذه الإغراءات. بعض الأخوان تحدث قالوا أردنا أن نسلك الطريق اللي سلك العديد ما أسهل، مو بهذا ما أسهل، ما أكثر أيضا من يدعونك له. لكن هؤلاء 35 نائب استطاعوا في المجلس الماضي بالفعل أن يستمرون، لذلك ما استطاعت قوى الفساد والإفساد وما استطاعت القوى المعادية للنظام الدستوري أن تبقي على هذا المجلس 2012 أكثر من الأشهر الثلاثة والأشهر الأربعة اليوم. لذلك مهمتنا في المرحلة القادمة هو كيف يمكن أن ننجح عملية المقاطعة. المقاطعة في مرحلتها الأولى نجحت تماما، نجحت بعدم ترشيح كل القوى السياسية المعروفة الفاعلة على الساحة السياسية بما في ذلك 35 نائب. إذا نحن لا ننظر إلى الكيف إذا ترشح، هذا معروف، لكن المرحلة القادمة هي المرحلة الحقيقية، كيف ننجح أيضا مرحلة المقاطعة كما نجح الشعب الكويتي في أيام المجلس الوطني. المجلس الوطني دون شك أعتقد يمكن مواجهته لم تكن بالمقدار الموجودة حاليا. لذلك مهمتنا في المرحلة القادمة هو أن نعمل بشكل مستمر دون أن يوقف هذا نشاطات المتعددة، هو أن نعمل بشكل مستمر حتى يوم الانتخاب، حتى يمكن نرى حقيقة أنه من يأتي إلى الانتخابات نسبة نتمنى تكون متدنية، أنا ما أعطي نسبة معينة متدنية إلى الحد اللي تفقد في المجلس القادم الشرعية. أما يمكن أن نصل إلى ما هو غير ذلك. يمكن إلى الآن لا زال عندي أمل، إلى الآن لا زال أدعو حقيقة السلطة والحكومة بأن تعيد النظر في الموضوع. لا يجوز أن يستمر هذا الوضع. هذا الوضع في النهاية ما في مصلحة الكويت. هذا الحراك سيستمر، هذا الرفض سيستمر، هذه المحاولات الجارية تم تصديرها، لكن نعتقد اللي بإمكانه أن ينزع فتيل الأزمة هي السلطة، ونحن ندعوها إلى أن تنزع هذا الفتيل، وإلا فمواجهة هذا العبث مستمرة، مواجهة محاولة إسقاط المجلس القادم شعبيا أيضا مستمرة، ونتمنى أن نصل إلى ذلك.